بان ما يمكنش واحد الشاب ولا شابه اللي قراو سنين من عمرهم وفي التالي يخرجوا سوق الشغل وما يلقاوش بلاصه. والواضح في هذا النظام الجديد انه جا باش يحولنا الجامعات المغربيه لمصنع قادر باش انه ينتج طاقات شابه كتوافق مع متطلبات سوق الشغل. معكم مازن ناجي، وفي هذا الفيديو غادي نطرقوا ان شاء الله نظام جامعي جديد بعجاله، وغنتكلموا حتى على اجازه التمييز. في هذه السنوات الاخيره ما كاين غير الاصلاح في الجامعه المغربيه. في الوقت ديال الوزير السابق امزازي علقنا الفشل ديالنا في التعليم كله على ليسانس ماستر دكتوراه اللي هو النظام ديال ال ام دي اللي خلاتو لنا ماما فرنسا، وقلنا سيدي بان هذا النظام هذا ما صالحش، ارنا نبدلوه ونديروا واحد النظام اللي هو متقدم. درنا سيدي النظام ديال البكالوريوس، وكانت هذه واحد التحول النوعي، ودرنا بيه بزاف ديال الهيلاله والتطبال في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في الاذاعات المغربيه. ولكن من بعد ما جا الوزير الجديد سيادنا قال لك حباس، هذاك النظام اللي كان داروا الوزير اللي قبل نظام ما صالحش وما عنده باش يفيدنا، وحتى هذوك اللي كانوا قراو البروميير اني ما عندنا ما نديروا لهم، غادي نوليو نقلبوهم النظام اللي كان عندنا قديم اللي هو النظام ديال ليسونس ماستر دكتوراه، نظام ال ام دي. قال لك نظام مزيان، وجاونا سيادنا بواحد الهندسه بيداغوجيه جديده، وانا فاش جيت نشوفها لقيتها هي اللي كانت ديجا في النظام ديال البكالوريوس. يعني ولا عندنا نظام قديم ولكن بكسوه جديده، هذا الشيء اللي بان لي انايا. وهذا النظام سيادنا راه خدمنا به في السنه الجامعيه ديال 2023 2024. والواضح في هذا النظام الجديد انه جا باش يحولنا الجامعات المغربيه لمصنع قادر باش انه ينتج طاقات شابه كتوافق مع متطلبات سوق الشغل. يعني غادي نلبيو الرغبات ديال الشركات المغربيه ولا الاجنبيه اللي كتجي باش دير استثمارات هنا في البلاد عندنا. وهاد الشركات راه كتحتاج واحد اليد عامله اللي هي كثيره، تكون مؤهله وبثمن رخيص. اول تغيير غادي يطرا سيادنا هو اللغات. غادي تقراو سيادنا اللغات في 3 سنين ديالكم كامله، وزيدوا عليها المهارات الحياتيه والذاتيه وحتى التكنولوجيا. وباش تحصلوا على الاجازه ديالكم ضروري ما تكون عندكم شهاده في اللغه، يعني يكون عندكم في الانجليزيه نيفو ديال بي ا، وحتى في الفرنسيه نيفو ديال بي ا. والا ما جبتوهمش ما غتاخذوش الاجازه، يعني غيولي عندك الدبلوم زائد جوج ديال الشواهد اللغه، وحده في اللغه الفرنسيه وحده في اللغه الانجليزيه. ونزيدكم بان ما بقاتش شي حاجه اللي سميتها البي اف او اللي هو واحد لو بروجي دو فان ديتود. هذا عباره على واحد لو رابور ولا واحد البحث اللي كان كيديروا الطالب والطالبه في التالي ديال 3 سنين ديالو ديال ليسانس، واللي كيدير واحد البحث ميداني ولا كيكون بحث نظري على واحد الظاهره من الظواهر في داكشي اللي كيقرا، مثلا في العلوم الاقتصاديه ولا في التسيير ديال المقاولات. دابا قال لك سيدنا لا، هادشي ما غيبقاش. مثلا الا كنتي في التسيير ديال المقاولات خاصك اخويا واختي تخرج للتيران، تخرج تسنتي تمالات انت مع الواقع وتدوز دي ستاج وتجينا بدي رابور، ولا انك تمشي وتكون ناشط جمعوي. المهم دير شي حاجه اللي هي تطبيقيه فعليا في الواقع، ماشي غير نظري قال لك راه ما خدامش. اما بالنسبه للشعب والتخصصات، فإلا تكلمت على التخصص ديال الاقتصاد والتسيير فقبل كان سيادنا كندخلوا في الاول كيكون عندك واحد النظام عام، يعني كتدخل كتقرا الاقتصاد والتسيير عموما وما كدير التخصص حتى السنه الثالثه، عاد كتختار يا اما اقتصاد ولا كتختار تسيير. اما دابا فغتختار من العام ديالك الاول شنو بغيتي، وغتلقى دي فيليير اللي هما بيان ديتيرميني. مثلا في لا جيستيون غتختار واش باغي تخصص في الفينانس ولا باغي دير الكوميرس والماركتين، واش باغي دير الجيراج ولا باغي دير لا لوجيستيك، ولا غادي دير سيادنا ليكونومي وغتمشي تقرا على ليكونوميتري وتقرا على لي ستاتيستيك وتقرا على لي بوليتيك ايكونوميك. غير هو هاد القضيه ديال التخصص من السنه الاولى بالنسبه للطالب اللي ما عمره ما انه قرا على ليكونومي وعلى لا جيستيون فراه شي حاجه اللي غريبه وصعيبه شويه، لان تقدر دير واحد الاختيار وما يناسبكش، فهذاك الاختيار الى عجبك مزيان، كما كنقول ما عجبكش ضربك تران. وهذه حاجه اللي صعيبه انها تكون من عامك الاول. بالنسبه للسميه فراه ما بقاش شي حاجه اللي سميتها ليسونس فوندامونطال ليسونس بروفيسيونيل، لا ولات ليسونس وحده. وفي الظاهر بان ولات عندنا واحد لا ليسونس بروفيسيونيل، حيت كما مثلا عندنا في سيونس ايكو جيستيون جميع لي ليسونس كيحملوا السميه ديال واحد المهنه، يا اما ديال ان فينونسي ديال ان كونطابل ديال ان كوميرسيال ان جيستيونير دي ريسورس هيومان ولا كلكان في اللوجيستيك. يعني هنا ولات عندنا اجازه مهنيه وصافي. غير هو في الدبلوم غتكتب لكم ليسانس، ما كاين لا ليسانس برو لا ليسانس فوندامونطال
لا ليسونس ديكسيلونس، ليسونس والسلام عليكم. دابا عاد ندوزو سيادنا لهاد الاجازه ديال التميز اللي شاغله البال ديال الشباب وكلشي باغي يديرها ويدخل في هاد لو باركور ديكسيلونس. من حقكم انكم ديروها، وهذا اللي غنتكلم لكم عليه. فاش كنبغيو نديرو اجازه التميز فراه ما كندخلولاش من عامنا الاول، لا، في لافاك الاجازه الاولى اللي هي عاديه هذيك من حق اي واحد انه يديرها. اي واحد خدا الباك ديالو عنده بلايصتو في لافاك وكيدخل وكيوجد الاجازه ديالو اللي هي كاينه في 3 سنين. دابا بالنسبه للناس اللي متوفقين في لافاك غيدخل حتى هو عادي يقرا العام الاول يقرا العام الثاني، من بعد باك بلس 2 كنعطيكم واحد الدبلوم اللي هو سميتو لو دوغ. داكور، هذاك لو دوغ كاين اللي غيكون على قد الحال وغيكمل به عادي، كاين اللي متفوق وهو اللي غيمشي فيزي هاد لي ليسونس ديكسيلونس وغادي يمشي بوستولي باك بلس 2 وغيدوز دي تيست باش تدخل. راه كاينه لا سيليكسيون، يعني غادي يشوفوا النقطه اللي جايب واش راك جبتي بوندون داك لي 2 ans نقط متميزه ولا جبتي نقط عاديه. الا جبتي نقط متميزه هذه الاولى انت دزتي، من بعد غدوز تيست اكري، يعني غدوز واحد الامتحان كتابي وعاد غيتبعوها لك بامتحان شفوي. كاين اللي غيقول لي ومهنا على هاد الحريره هادي كامله غادي ندوز الكتابي والشفوي خدموني زعما. هي سي فري راه القضيه قاصحه، ولكن ماشي داكشي ما غيكونش مستعصي بزاف. وحقيقه حتى النيفو ديال الطلبه والطالبات شويه راه على قد الحال، يعني عندك الحظوظ ديالك انك دوز خاصك تقرا وتجيب نقطه مزيان. الحاجه اللي غتستافد منها وهي حاجه زوينه بزاف الا دخلتي في لو باركور ديكسيلونس، بصح ان الدوله غتبغي في الاول تنجح هذا لو باركور وتبين بان من خلال هذا لو باركور الجامعه مثلا في الصفوف ديال الطلبه اللي متفوقين اغلبيتهم تيخدموا واغلبيتهم عندهم فورماسيون مزيانه ومشاو بعيد. غيكونوا احصائيات على هذا الشيء لان فلوس كثيره اللي غادي تخسر. ثاني حاجه واهم حاجه هي انك غتقرا فيه 3 سنين، غتدخل توجد الليسانس ديالك ومن بعد غتضمن 2 ans ديال الماستر. فنيشان ليسونس ديكسيلونس عندك باك بلس 5 ضمنتيه في جيبك. هذه شي حاجه اللي زوينه وزوينه بزاف، لان راه المحنه بصح فاش كتكون باغي دير ليسونس وكتمشي تقلب عاد على الماستر. وحتى باش يكون عندك الماستر ديكسيلونس واللي حتى هو داروا التغييرات العام ما بقاش عندك اي ولي سميتو ماستر، ما كاين لا فوندامونتال لا دو ريشيرش لا بروفيسيونيل لا والو، كاين ماستر السلام عليكم. غير فاش تكون كدوز لونتروتيان مثلا بغيتي تكمل الدكتوراه، الا كان عندك واحد الماستر وكنتي دخلتي في هذا لو باركور ديكسيلونس فراه غتكون عندك حظوظ بانك تقبل في الدكتوراه على الاخرين اللي جايين مثلا ماستر عالي. هادشي اللي كنقول والله اعلم. واني بيان سور خصك تكون استفدتي مزيان وقريتي على راسك وبرهنتي بانك تستحق، وفاش يمشيو دوز الكونكور راه كيبان اللي خدام من اللي ما خدامش، اللي استافد بصح من داك الباركور ديكسيلونس واللي ما استافد ما تاوزا غير كان كيضيع وقته. الا تكلمنا مثلا على هاد الليسونس ديكسيلونس في المجال ديال التجاره والتسيير غنتكلموا على الكليه ديال السويسي. فهما داروا سيادنا واحد المركز اللي سماوه سويسي بيزنس سكول، وهو اللي غيتبريبارا فيه هاد الليسونس ديكسيلونس. وداروا مجموعه ديال لي شوا وديال لي سبيسياليتي اللي هما بصح كيبانوا مهمين وكيضربوا على الشعر. سبيسياليتي زوينين بزاف. كاين سي سي ا اللي هي كونطابيليتي كونترولي اوديت، ماركتين ماناجمنت ديجيتال اي كوميرس، وكاين الكوميرس انترناسيونال. وكيف ما قلت لكم باش تدخلها كيخصو يكون عندك باك بلس 2، يعني اما يكون عندك ان دوغ ولا يكون عندك دي تي ولا يكون عندك بي تي اس ولا يكون عندك دي تي اس وتكون النقطه ديالك متميزه. داكور، دابا السؤال المطروح هو مجموعه ديال التلاميذ غيقول لك ايوا صافي استاذ دابا يعني بلا ما نمشيو نقلبوا نبقاو نجريو ورا لي زيكول ونمشيو نديروا لافاك. لافاك مور هادشي اللي قلتي راه ولات واعره طوب صافي تصلحات. لا، لان دابا المشكل عندنا مشكل اللي هو مشكل ستركتورال، بروبليم كبير. بروبليم ديال اولا ديال الطاقه الاستيعابيه للجامعات ديالنا. مثلا الطاقه الاستيعابيه للجامعات ديالنا صغيره، تلقى جامعه في مدينه كبيره كالدار البيضاء الطاقه الاستيعابيه ديالها واحد 10000 ولا 7000 طالب، ولكن راه كيجيو لها واحد 30000 طالب. كاين جامعات مدن صغيره فيهم واحد 2000 يعني كيجيو لهم واحد حتى هي كتجيو عدد كبير 10000 طالب ولا اكثر. فاش كيجيو الطلبه مغاربه عندك الحق، عندك الحق ديالك دستوري انك بعد ما تاخذ الباك ديالك خصك تلقى بلاصتك في الجامعه فين تكمل الدراسه ديالك. وهادشي خلاه المرحوم الحسن الثاني. بلاصتك هي كاينه وما كايناش. هذا علاش ما كنلقاوش داك التحكار في الجامعات، لان غير الا جيتي راه اصلا الا ما جيتيش راك خفتي علينا، لان الا مشى جا كلشي راه غيبقاو الناس يمكن يقراو في الساحات. هذا علاش كنلقاو لي زونفي مكدسين وكنلقاو لي كلاس مكدسين.
واش داروا لنا جامعات جداد؟ لا. واش وسعوا من داك الجامعات؟ لا. فاش كنتكلموا على هاد المهارات الذاتيه والحيويه وهاد التكنولوجيا، واش عندنا معدات؟ واش كاين دي زورديناتور؟ انا لحد الان مازال الطلبه كيقول لك اسيدي باش جينا ندوزو التيست ديال اللغه البي ان وكذا، قال لك راه جبنا الكونيكسيون معانا، وكاين اللي جابوا لي زورديناتور ديالهم معاهم. فهادشي اللي خلى ان الامور ما دازش مزيان، وشحال من واحد ما فاليداش غير دي بروبليم تكنيك. هادشي كله راه واقع، اوكي خصنا نقولوه ونوصلوه لكم باش تكونوا فاهمينه. ما نجيوش نبقاو غير عليكم بالتيوري وزعما راه الامور تصلحات. لا، راه مازال كاين مشكل عاوز، انا خصنا الفلوس تصرف، وكاين خص دي زانفيستيسمون كبار باش ان نقولوا راه الامور تصلحات. يمكن في هذا لو باركور ديكسيلونس غادي يكون هو واحد البروتوتيب فين غيحاولوا يوفروا لهم كلشي. حنا دائما كنديروا واحد بحال فاش كنديروا داك الباك مثلا، ولا داك اللي هو انترناسيونال، وفرنا له، كتحاول توفر له ما امكن الامكانيات والاساتذه اللي هما مزيانين وكل شيء باش انه يقدر يتفوق، ونقولوا بان راه قدرنا نصلحوا، باش نعرفوا واش المشكل كاين في الامكانيات ولا كاين في بلاصه اخرى. فهاد الشيء يعني هو ماشي في طور الاصلاح، واش الصلاح مازال. فالطالب اللي غادي يدير الجامعه مزيان ان كاين امور اللي غتساعدك باش انك تصلح انت من راسك وتمشي بعيد، ولكن ما تسناش بان الجامعه راه تصلحات وصافي الامور ولات لافي اون غوز وكل شيء. لا، راه مازال كاين مشاكل كبيره في الجامعه، وكيخص الاراده ديالك تكون قويه، وتكون باغي انك تميز، باغي انك تفوق، باغي انك تقرا، وباغي انك تجيب انت المعلومه وتقلب عليها وتنجح حياتك. لان ما نخليوش حياتنا بيدين الناس واحد اخرين، لا، حياتي انا المسؤول عليها، وانا اللي خصني ننجحها باش غدا نلقى بلاصتي في المارشي دومبلو. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. كان معكم مازي اد، نتمنى ما نكونش طولت عليكم، ونلقاكم في فيديو ماجي ان شاء الله. تهلا.